نحن ألوية وكتائب الجيش الحر في الريف الشمالي نوجه نداءنا إلى قوات الجيش المتواجدة في مطار منغ العسكري بعد سقوط مدرسة المشاة وكتيبة 135 المسماة كتيبة قيبار وكتيبة الرادار في مدينة الباب، وسقوط مراكز الأمن والجيش في الريف الشمالي، وسيطرة الجيش الحر على أكثر من 70% من مدينة حلب ومن باقي المناطق في سوريا. قرر أبطال الجيش الحر تحرير مطار منغ العسكري الذي يعد آخر نقطة للجيش في الريف الشمالي، ولذلك فعليه نوجه نداءنا كسوريين يخافون على سوريا الحرية إلى كل الضباط والعناصر التي تقاوم داخل المطار: اعلموا أن النظام سوف يزول وإن المعركة لن تطول، فلا تكونوا أعداء لإخوتكم السوريين، ونحن هنا نعطيكم فرصة للتسليم والتراجع عن الوقوف مع الأسد، وتأكدوا أن الأسد لن يساعدكم لفترة طويلة تستطيعون فيها أن تقاوموا قوات الجيش الحر. وتؤكد القيادات العسكرية للجيش الحر سوف تحاسب بالعدل والإنصاف والتسامح كل من يسلم دون أن يؤذي المدنيين. نحن إخوة الوطن فلا وجود لأجانب والمجاهدين كما يدعون، ونحن لن نتراجع عن تحرير المطار ولكم أخذ القرار. هل تساءل أحدا منكم لماذا لم ينزل إلى مدينة إعزاز أو مارع أو ترفعة منذ شهور؟ ولماذا منعت أجهزة الخليوي؟ فليحاول كل واحد فيكم أن يتصل بعائلته إن استطاع ليرى أن الأسد قد انتهى وليس له في سوريا أي سيطرة سوى على المناطق القليلة التي تخاف بطشه.